إياك تفصح عن أسلوب تفكيرك وردود أفعالك وتسلسل تفكيرك في موقف رد فعلك فيه مع الآخرين. يعني إيه الكلام ده؟ لو أنا دلوقتي حصل موقف زعلني جدا، موقف صدمني قوي بقى وتعبت جدا منه، ما جيش أحكي لحد أنا بعتبر قريب مني إحساسي أولا إن أنا أحكي له الموقف، ثانيا إحساسي تجاه هذا الموقف، ثالثا ده أنا ناوي بقى أعمل إيه؟ 1 2 3 ردود فعلي اللي أنا ناوي أعملها تجاه هذا الموقف. كأنك كده عملت إيه؟ بسم الله يعني. بتسلم سجلك العقلي بكل مراحله للشخص اللي انا بتكلم معاه ده. ايه اللي بيحصل؟ بصوا قاعده كده خدوها، وانا اسفه وسامحوني في اللي انا هقوله. انا اسفه ما تزعلوش يعني. احباب اليوم هم اعداء الغد للاسف. معظم المواقف علمتنا ده، ان معظم الناس اللي احنا النهارده بنركن راسنا عليهم وبنفتح لهم قلبنا هم بكره الاعداء بتوعنا. فتخيل انت بتسلم عدوك سجل عقلك، انت بتفكر ازاي مش وبس، وردود افعالك هتكون ازاي. بيفهم التسلسل المنطقي لتفكيرك على الجاهز.